الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نتكلم عن قول ابن الجوزي رحمه الله: بالله عليك تذوق حلاوة المنهي، فإنها شجرة تثمر عز الدنيا وشرف الآخرة. وضربنا مثلا لذلك بيوسف عليه السلام، وكيف أنه لما ترك ما يشتهي وعصمه الله سبحانه وتعالى، كيف صار له العز في الدنيا، وشهد الكل ببراءته. شهد الله عز وجل ببراءته، وشهد زوج المرأة، وشهدت المرأة، وشهدت النسوة، وشهد الشاهد من أهلها، بل وشهد الشيطان الرجيم ببراءة يوسف عليه السلام. وشهادة الشاهد ببراءة يوسف عليه السلام قد ألمحت في المرة الماضية أن الشاهد قدمها في الذكر عليه، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قلت في المرة الماضية إنه قدمها عليه في الذكر سواء كانت صادقة أم كاذبة. ثم لما نظرت في الآية أيضا وجدت شيئا آخر يدل على أن الشاهد كان يتمنى أن تكون المرأة بريئة، وذلك أنه بدأ بقوله: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت. ده إذا القبل اللي هو الصدر، مقدمة المرء وصدره. ليه؟ لأنه إذا كان هو المتهجم عليها لا شك أنه سيمزق ثيابها، بخلاف ما إذا قد قميصه من دبر، يبقى هو يفر وهي التي تطلبه فجذبت قميصه ففتقته. فبدء كلامه إن كان قميصه قد من قبل كان يتمنى براءتها، ولذلك أخر ذكر الدبر. وطبعا الإنسان فيما يتعلق بالقرابة فإنه يميل إليهم ويتعصب لهم حتى لو كان في غير حق. وانظر إلى قول الله عز وجل فيما يتعلق بالحكم على القرابة أو للقرابة أو الحكم على الخصوم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ده فيما يتعلق بالشهادة للقرابة. ثم قال تعالى في سورة المائدة:
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نحن نلاحظ اختلافا بين سياقي الآيتين. أما الآية في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فما هو الفرق بين الشهادة بالقسط القيام بالقسط والشهادة لله؟ في سورة النساء قدم القيام بالقسط على الشهادة لله، وفي سورة المائدة قدم القيام لله على الشهادة بالقسط. فما هو الفرق بين الحالتين؟ في سورة النساء قدم القيام بالقسط على الشهادة لله لأجل المحاباة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فهي دي الشهادة إما للنفس وإما للوالدين وإما للأقربين، فيبقى في محاباة، والمحاباة جانبها أضعف من الخصومة. إنسان إذا غضب على إنسان قد يصل بالافتراء عليه إلى أبعد ما أنت متصور، فكان يجب في هذه الحالة أن يكون هناك من يصد المرء عن الافتراء، لأن الافتراء يتناسب مع العصبية ومع الغضب ومع حظ النفس، بخلاف الشهادة للوالد. يعني ممكن إنسان قد يشهد لوالده ويؤنب نفسه على الشهادة لأنه مبطل. يعني أبوه مثلا عمل تقرير